مراحل تكوين النرجسي. النرجسي ما اتولدش كده، هو في ظروف خلته يبقى كده، يبقى نرجسي. اللي حصل ان في صدمات في الطفوله اتعرض ليها، صدمات بيئيه واجتماعيه ادت لده، منها معامله ابوه وامه ليه، صدمات الوالدين اللي كان فيها اكيد مقارنات، وكان فيها تنافسات في العيله، خلقوا بيئه تنافسيه، شوف ابن عمك لازم توصل قبله، ولا ابن خالتك ولا كذا، او وهموه انه هو لازم يبقى احسن واحد في الدنيا. هو كان ضحيه للافكار اللي هو اتحطت فيها، بقى موجوع، بقى حاسس بالخزي، حاسس بالعور، حاسس بالالم، ومش قادر يواجههم تماما. فايه اللي حصل؟ عمل لهم انكار ولبس ماسك اللي انت بقيت شايفه دلوقتي. وصدقوا بيقبل بس اللي بيحيي الماسك ده واللي بيدعمه، ويفضل طول الوقت يقوله، يتباهى بقى بسلطه بفلوس، يحسسك قد ايه ان انت قليل قدامه عشان تفضل طول الوقت لابس الماسك، يحسسك قد ايه. وفي مراحل وقوع بقى الفخ بتاعه، مراحل الفخ دي ان هو بيديك انبهار وحب، وبعد كده يبتدي يحسسك ان انت اقل منه، ان انت كنت الطول ايه عشان تبقى معاه، انت لازم تعمل كتير عشان ابقى موجود. ولو ابتديت تخلع منه يتنازل شويه، وبعد كده يرجع يحطك في نفس الدوامه. المشكله الاساسيه ان هو مش قادر يقبل تكوينه، اللي هو العار والخزي وضعف الثقه بالنفس وقله تقدير الذات. فانت اول ما بتقرب ان تقول له على عيوبه بيبتدي يكرهك وينفيك تماما، ويجيب لك كمان بديل بسرعه. النرجسي بيعمل كده مش عشان هو ما بيحبكش او بيحبك، هو في الاصل ما بيحبش غير الصوره المثاليه اللي بتحميه ان هو يعترف بمشاكله. المشكله ما كانتش عندك، المشكله فيهم.